سلام عليكم. العثور على أزيد من 150 شريط إباحي لفتيات بمراكش في حاسوب. ابن عائلة ثرية. قبل ما نبدأ ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد إليكم. التفاصيل تم العثور على أزيد من 150 شريط قصير فيه جهاز حاسوب بمراكش إثر تحريات قامت بها المصالح الأمنية بالمدينة خلال مباشرتها تحقيقات حول تورط شاب في تصوير فتيات بواسطة كاميرا ونشر مقاطع جنسية لهن في مواقع إباحية. الحاسوب يعود للشاب المتهم والذي يوجد رهن الاعتقال. وأشارت التحقيقات إلى أن نصف الفيديوهات كانت في طريقها للنشر في مواقع إباحية عالمية في وقت سبق للمشتبه فيه قام ببيع عدد من إنتاجاته الجنسية بمبالغ مالية. ووقفت التحقيقات على وجود فتيات لهن ارتباط بالمشتبه به ليتم الاستماع لعدد منهن لمعرفة علاقاتهن به. وأفادت مصادرنا أن الموقوف ينتمي لعائلة غنية. وأظهرت التحقيقات أن بين ضحايا المشتبه فيه طليقته. وأفادت مصادر مطلعة بأن عددا كبيرا من ضحاياه يخضعن للعلاجات النفسية بعد إصابتهن بصدمات جراء انتشار مقاطع فيديوهات تظهرهن في أوضاع جنسية. في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن مصالحها اعتقلت في 12 يناير بمراكش شخصا ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي. نشكركم على حسن المتابعة.